السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاهلي بيفوز على زد بهدفين مقابل هدف في مباراة قوية جدا، وطبعا ما كنتش متخيل ان الاهلي هيلعب بالقوة دي، ولكن ناشئي الاهلي هم اللي كانوا الاحسن والافضل امام نادي زد، النادي المتميز جدا والمحترم جدا واللي في المركز السابع، يعني بيعرف يلعب مع الكبار. نادي زد بيعرف يلعب مع الكبار، ولكن النادي الاهلي، وعايز اقول لك ان النادي الاهلي يلعب بالبراعم مع اي فريق. مش هقول لك بقى الناشئين، انا مش عايز بس افور. الاهلي باي حد بيلعب كورته، الاهلي باي حد بيعرف يكسب. ليه؟ سبحان الله. لان الاهلي، تيشيرت الاهلي دايما كل الناس بتخاف منه. وعلى رأي الهستيري طبعا قال لك ايه بقى؟ قال لك النادي الاهلي شال من صن داونز 5. النادي الاهلي بيلعب بالناشئين، النادي الاهلي بيلعب باي حد، النادي الاهلي بيتغلب. ولكن في عز ما الاهلي تعبان، وفي عز الاهلي ما معهوش لاعيبته، وفي عز الاهلي مش موجود الخامه بتاعته الاساسيه او الناس الاساسيه بتاعته، ولكن النادي الاهلي بيعرف يفوز، بيعرف يكسب ويتخاف منه. واللي قال كده ناس كتير، منهم الهستيري اللي انا بحبه جدا، زملكاوي هو ولكن بحبه جدا جدا. ولكن الراجل اتكلم كلمة حق، لان الاهلي باللي انا شايفه مفيش فريق يكسبه. 21 فوز على التوالي، 21 فوز على التوالي. وطبعا الله يكون في عون الكابتن سامي قمصان، عايز يثبت نفسه، واللاعيبه برضه عايزه تثبت نفسها، واللاعيبه اللي اخذت الفرصه المفروض تمسك فيها وتثبت نفسها، وان شاء الله اللاعيبه دي تيجي. محمد عبد الله ده ممتاز، لاعب ممتاز وخامه محترمه جدا جدا جدا. كل اللاعيبه بصراحه ممتازه. وبقول لك يا مصطفى مخلوف، كله بيغلط وانت لسه صغير، سنك صغير 22 سنه ولا 21 سنه، يعني انت لسه صغير، هتغلط كتير وهتتعلم من اخطائك. فغلطه عاديه جدا جدا، وغلطها الحضري وغلطها الشناوي، حراس كبيره جدا غلطت الغلطات دي، وما تقلقش. وكان لازم اتكلم في نقطه مصطفى مخلوف، لان مصطفى مخلوف بعد ما جه الهدف، مصطفى مخلوف حس ان هو قصر مع فرقته. ولكن النهارده اللقطه الاكثر جدلا واللي هتكون ترند السوشيال ميديا هي لقطه كهربا. كهربا النهارده رجل المباراه، كهربا النهارده احرز هدف، كهربا النهارده حاول، كهربا النهارده اشتغل، كهربا النهارده بيقول لكولر خليك بص عليا، بيقول لكولر خليني ضمن حساباتك. كهربا النهارده ضيع فرصه، ومن نفس الفرصه اللي ضيعها اتحسبت ركنيه، من نفس الفرصه دي احرز الهدف. الراجل كان بيبكي جامد جدا قبل الهدف، لان حس ان هي مش ماشيه معاه، وحس انه خلاص على اعتاب الرحيل من النادي الاهلي على الفرص اللي بتضيع. ولكن هو غصب عنه، الراجل حاول واشتغل واجتهد وسجل. كهربا اجتهد وسجل، سجل النهارده هدف، خد رجل المباراه النهارده. فالنهارده كهربا بيقول لكولر بص عليا وخليني في حساباتك، وانا بجتهد وبعمل اللي عليا وخليني في حساباتك. ولكن في النهايه رأي المدير الفني هو اللي هيقرر رحيل كهربا من عدمه. ولكن كهربا محترم، كهربا لاعب كبير، وفي اي نادي يروحه في اي مكان هيلعب فيه كهربا في قلب كل اهلاوي. وكهربا ضحى بحاجات كتير وكلنا عارفين الكلام ده، وكهربا بيحب النادي الاهلي، وكهربا من ابناء النادي الاهلي، وكهربا قلبه ابيض وسالك جدا جدا جدا. وشفنا كلنا موقفه مع وسام ابو علي، رغم ان الراجل جه كسر الدنيا 18 هدف ولكن وفي نفس مركزه، ولكن الراجل بنية صافية جدا بيتعامل معاه وبيحبه جدا وبيتعامل معاه باسلوب كويس. بعد ما الراجل سجل 18 هدف والمهاجم الابرز حاليا في النادي الاهلي، وان شاء الله كهربا ايا كان قاعد في الاهلي او خرج من النادي الاهلي، كهربا في قلب كل اهلاوي. وانا بحييه النهارده على المباراه اللي قدمها واللي عملها، ولاعب ممتاز جدا جدا.